السلام عليكم، عاملين ايه؟ تعالوا بقى نشوف القرايش الحلوه دي، تحفه مقرمشه كده من بره وهشه من جوه. انا مامة مودي ودي قناتي مطبخ مامة مودي. ما تنسوش لايك وشير لو عجبكم الفيديو، لو مره شوفني اعمل اشتراك. الشتا بقى وريحه الخبيز في البيت حاجه كده تحفه. تعالوا نشوف هنعمل القرايش دي ازاي. طبعا معانا كوبايه لبن، دي كوبايه لبن، وهنحط عليها معلقه سكر ومعلقه كبيره خميره فوريه او كيس خميره فوريه او معلقتين صغيرين خميره فوريه. هكتب لكم المقادير بالظبط في صندوق الوصف. وهنركنها بقى كده على جنب ونشوف هنعمل ايه الباقي. دول بقى 4 كوبايات دقيق. طبعا الشتا يعني اي حاجه كده جنب الشاي بلبن. الولاد سهرين بيذاكروا وقت الامتحانات، انتوا قاعدين كده قدام التلفزيون لازم شاي وجنبيه اي قراقيش. طبعا حطيت 4 كوبايات دقيق، عليهم رشه ملح بسيطه، وعليهم معلقه كبيره سمسم او معلقتين سمسم محمص زي ما بتحبي السمسم فيه عامل قد ايه يعني. ونقلبهم كده مع بعض. وحطيت رشه بيكنج باودر بسيطه. واهم حاجه بقى دي بقى سمنه بلدي. دي كوبايه الا ربع سمنه بلدي وربع كوبايه زيت. ريحه بقى السمنه البلدي كانت فيه جباره بجد. بننزل بقى كده السمنه بتبقى دافيه، وننزل بقى كده نغلف بيها الدقيق كله. كل حبايه دقيق تتغلف بالسمنه. شايفين بقى عامل ازاي زي الرمل المبلول كده. كده الخميره كانت اتفاعلت مع كوبايه اللبن الدافيه ومعلقه السكر. هنعجن بقى كده لغايه ما تلم هي بتاخد كوبايه اللبن بالظبط. يعني هم 4 كوبايات دقيق، كوبايه الا ربع سمنه، ربع كوبايه زيت، معلقه كبيره خميره فوريه، رشه بيكنج باودر بسيطه قوي اللي مش حابب يحط بلاش، ورشه ملح. العجينه بتبقى فظيعه حلوه قوي. شايفين بتلم بسرعه اصلا. طبعا احنا مش هنسيبها تختمر ولا حاجه. احنا هنغطيها بس تريح كده نص ساعه، هتختمر بقى بعد ما نقطعها. تمام. هنسيبها بس ترتاح كده نص ساعه او اقل من نص ساعه كمان، وبعدين هنرجع نشكلها مع بعض. تمام. بجد في مثل كده لسه سامعاه وعارفاه متاخر قوي، اللي هو البيت اللي مفيهوش دقيق حلو الدقيق، حاجه زي كده. بس فعلا بجد كده يعني الدقيق في البيت ده نعمه. عملت شويه قرص طريه بقى، عملت شويه قراقيش، عملت شويه فطاير، هتلاقي نفسك بتعملي بيهم اي حاجه في الظروف اللي احنا فيها دي بجد. ربنا يعيننا والله. طبعا كده انا سبتها ارتاحت نص ساعه وهنشكلها بقى مع بعض. بتتفرد بكل سهوله جدا. سوي الاطراف بتاعتها زي ما تحبي بقى. بعد ما اقطعها بقى بقطعها كلها مره واحده واسيبها تختمر. تشكليها بقى بالطريقه اللي انت تحبيها، عايزاها عريضه رفيعه زي ما تحبي. بجد الطريقه دي القراقيش والمقادير دي تحفه. شايفين؟ خففيها انت زي ما تحبيها، عايزاها سمكها ايه، بس هو السمك ده كان مظبوط جدا. اللي هي لا تخينه قوي ولا رفيعه قوي، علشان لسه هتخمر منك تاني، علشان تبقى مقرمشه كده وجميله وتقعد معاكي كده. خلاص احنا بنقطع وهنرص بقى. طبعا انا كنت حاطه في الصينيه ورصيت في الصاجات اللي انا هدخلها برضو الفرن. طبعا بولع الفرن قبلها ب10 دقايق ربع ساعه كده تقريبا، وابدا بقى ادخلها الفرن. بس بعد ما بقطع كل الكميه وبتخمر معايا بقى وبتنفش كده. كده انا دخلتها الفرن. شايفين لونها عامل ازاي؟ بجد كانت تحفه رهيبه بجد، حلوه قوي. وريحه السمنه البلدي طالعه منها فظيعه. طبعا في ناس بتحط شمر وفي ناس بتحط ينسون وناس بتحط ريحه كحك. كل ده مباح عادي، واللي حابب يحط يحط، لكن انا بحب ريحه السمنه البلدي وهي طالعه من القراقيش. ما بحبش اجود عليها تاني ولا اضيف اي حاجه تانية. جربوا طريقتي في القراقيش دي، بجد تحفه حلوه قوي، هتعجبكم جدا. جربوها وقولوا رايكم. يلا بقى، سلام عليكم.